ما تزعليش مني والنبي يا ماما، أنا مش عايز غير رضاكي عني. اللي تأمريني بيه أنا هعمله. تتجوز يا محمود عشان تريح قلبي وروحي عليك. لازم تتجوز، كفاية انت عديت ال30 سنة، وحدتك تعباني قوي يا حبيبي. حاضر يا ماما، أنا هتجوز. أنا لقيت خلاص الإنسانة المناسبة، بس أنا خايف من الدنيا ومن الجواز يا ماما. فرح قلبي وقلب أبوك واتجوز، املى البيت عيال. ولو جت بنت سميها على اسمي، ولو جه ولد سميه على اسم بابا. حاضر يا ماما هتجوز. اسمها سامية، جميلة ورقيقة، بس خايف من الدنيا ومن الجواز يا ماما. اتجوز وما تخافش يا حبيبي، الدنيا عاوزة الجسارة. ريح قلبي وروحي يا حبيبي، 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 ريح قلبي وروحي يا حبيبي. هتجوز يا ماما. حاضر حاضر. اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. الله يرحمك يا ماما، الله يرحمك. تالت مرة تجيلي في المنام يا ماما تطلبي مني ان انا اتجوز. بابا الله يرحمه جالي مرتين وطلب مني برضه ان اتجوز. خالتي الله يرحمها جات لي مرة طلبت اني اتجوز. عمتي جات لي بس ما طلبتش حاجة. الله يرحمكم جميعا بقى. بس انا خايف يا ماما، خايف اتجوز. الدنيا دلوقتي بقت غير دنيتكم خالص، والناس بقوا غير ناسكم. صحيح أنا في واحدة دلوقتي مشدود ليها، إنسانة طيبة ورقيقة وحنينة وبنت ناس، بس ده كله من بره. محدش عارف إيه اللي مستخبي ورا اللي باين. وبرضه الواحد مش هيعرف أي حاجة إلا ما يتقدم خطوة. الله يرحمك يا ماما، الله يرحمك. صباح الخير يا محمود بيه، نهارك ابيض يا بيه، ربنا يعلي مراكبك. أهلا يا أبو أشرف، أهلا يا أم أشرف. عنك الشمس يا بيه تكون تقيله عليك، انا شيلها تتعب انت ليه يا بيه؟ في إيه يا عبد؟ أنت خفيف مفيش حاجة. انا عايز اقوم باي خدمه يا بيه، لحم كتافي من خيرك يا بيه. شكرا يا عبد، في حاجة يا عبد ولا إيه؟ مفيش يا بيه، سلامتك يا بيه، عاوزك طيب يا بيه. إيش أصل يعني من الصبح عمال بتعمل حركات كده، خير في حاجة؟ انا تحت امرك يا بيه، انا خدامك يا بيه. شكرا يا عبد. خبر ايه يا راجل؟ ايه العبط اللي انت فيه ده؟ عبط ايه يا وليه، ما تحفظ لسانك. عمال تتمحلس له وتضرب له تعظيم سلام ويا بيه ويا باشا على ايه ان شاء الله؟ يكون في علمك هو المرتب اللي هيدفعه هو الشهريه 10 جنيه اللي هتغسل بيها العربيه. انا قلت يمكن يحن علينا ويدينا بكشيش، مصاريف العيال بقت كتيره يا وليه. مش هيدفع، ويكون في علمك هو متفق معاك على 10 جنيه في الشهر، لا هيزيدوا ولا هينقصوا. هو كده ربنا خلقه كده. ايه هو انت ما تعرفوش؟ اللبن الطازه يا محمود بيه. متشكر. اوعى تكون عملت زي امبارح وجبت الحليب ده علب، العلب كويسه وكل حاجه بس انا بحب الحليب طازه. ده من عند اللبان اللي اخر الشارع، لبن طازه اول قطفه، حتى حضرتك شوف القشطه على الوش اهي. كويس. انا كده اصلي احب اللبن دايما يجي من الجاموسه للبان ليك ليا على طول. لو سمحت ادي ده للاستاذه ساميه يوسف في العلاقات العامه. تحت امرك يا بيه، عن اذنك. اتفضل. يا جماعة أنا شايفة إن الهدايا لازم تتغير. تتغير؟ ازاي يعني يا سامية؟ يعني كل الشركات بتعمل أجندات ونتائج وأقلام وبتوزع منها ألوف، ليه؟ امال انت عاوزه ايه؟ أنا شايفة إن إحنا نقلل الهدايا ونزود قيمتها، يعني نبعت للعميل هدية محترمة يحتفظ بيها بمكتبه أحسن بقى من النتائج والأجندات والحاجات اللي ملهاش قيمة دي. صباح الخير يا استاذه ساميه. صباح النور يا عم سامي. اتفضلي. إيه ده؟ الاستاذ محمود بعتهولك. محمود مين؟ الاستاذ محمود حسين، رئيس قسم التخطيط. متشكرة يا عم سامي. العفو يا فندم. أتمنى أن تشرفيني بمكتبي في فترة استراحة الغداء أو بعد انتهاء العمل.
على فين يا سامي؟ راح إدارة التخطيط وراجع على طول. إدارة التخطيط؟ لا يكونوا هينقلوها تاني هناك. ما اظنش، ده هي اللي طلبت نقلها من التخطيط من شهر، وبعدين احنا مش عايزين نخسرها في العلاقات العامة. صباح الخير حضرتك. صباح النور. اهلا وسهلا يا استاذ سمير، اتفضلي يا حضرتك. ايه ده يا استاذ محمود؟ انا اصلي كنت عايز اتكلم معاكي شويه. اتفضل حضرتك اتكلم. لا صراحه انا ما اقدرش اتكلم دلوقتي، لان دلوقتي وقت الشغل الرسمي، والموضوع اللي انا عايز اكلمك فيه موضوع شخصي، عشان كده لا اما نتكلم وقت الغداء لا اما بعد الشغل مباشره. شخصي؟ هو احنا مش كنا خلصنا من المسائل الشخصيه دي؟ لا ما خلصناش صراحه، يعني انت اللي سبت الاداره دي ورحت اداره تانية، ومن ساعتها بتتعاملي معايا كانك ما تعرفنيش خالص. استاذ محمود، حضرتك كنت ماشي في طريق، فجاه وقفت محلك سر، لا بتتقدم ولا بتتاخر. ايوه بس انا مش عارف اتكلم معاكي، مش عارف بجد اتكلم معاكي، لان دلوقتي وقت الشغل، بعد اذنك نتقابل بعد الشغل. خلاص نتقابل ساعه الغدا في كافيتيريا الاوتيل اللي على الناصيه. لا انا اسف جدا، انا ما باكلش اكل الشوارع، عشان كده انا مجهز معايا اكل جايبه من البيت وجايب العصير كمان، ما اقدرش اكل اي اكل في اي كافيتيريا يعني. استاذ محمود، هنتقابل في الكافيتيريا وهنقعد نتكلم اكتر من ساعه. موافق؟ يعني هو ده بره النظام والتخطيط اللي انا عامله لنفسي، لكن اوكي موافق. المفروض ان انا احفظ تاريخ النهارده. اشمعنى يعني النهارده؟ لاننا نعرف بعض من سنه، والمفروض ان احنا قريبين جدا من بعض وبنشتغل في شركه واحده، واول مره نتقابل بره الشركه. ايوه يا ساميه، ما انت اللي بقالك شهر بعدت خالص، وبعدين انت اللي طلبت نقلك من قسم التخطيط. محمود، بلاش نلف وندور على بعض. انت عارف كويس قوي ان اي حاجه بتبدا صغيره وبعد كده بتكبر لغايه ما يبقى لها هدف. انت من سنه بدات تهتم بيا وكانت ليك تصرفات. التصرفات دي حسستني بمشاعر واحاسيس لذيذه ناحيتك. ايوه، ما انا برضو حسيت بنفس المشاعر والاحاسيس دي ناحيتك. ايوه، بس فجاه المشاعر دي ما اتطورتش، كان لازم تتطور عشان تاخد شكل عملي ويبقى فيه ارتباط. ايوه ما طبعا ده وضع طبيعي، بس انا اصلي يعني انت اصلك فجاه كل مشاعرك اتجمدت ناحيتي، كانك ندمت او غلطت انك اعترفت لي بمشاعرك واحاسيسك دي. لا يا سامي، انا لا ندمت ولا غلطت ولا حاسس ان انا يعني عملت اي حاجه غلط ناحيتك يعني. امال وقفت في مكانك ليه؟ ما اتحركتش ليه ولا خطوه واحده؟ كنت مستني ايه؟ انا اللي اتقدم لك واخطبك؟ لا طبعا ما يصحش يعني، بس انت عارفه يعني انا قلت لك قبل كده ان انا بعد وفاه بابا وماما الله يرحمهم انا اتخضيت، ما بقيتش عارف اتصرف لوحدي. صراحه كانوا هم اللي بيخططوا لكل صغيره وكل كبيره ومسؤولين عنها، يعني بوفاتهم انا بقيت لايص، يعني مش عارف اعمل ايه، مش عارف اخطط لحياتي خالص يعني. غريب، ده انت رئيس قسم التخطيط لشركه كبيره، يعني انت اللي بتخطط وتاخد القرارات للشركه دي بحالها. ايوه بس ده شغل يعني، ده دراسات وعلم وحاجات زي كده، انا بتكلم على التخطيط للحياه الشخصيه، دي مشكله كبيره. ايوه، بس باباك ومامتك ماتوا قبل ما اقابلك ب3 4 سنين، ازاي خدت القرار؟ بص يا ساميه، بشكل علمي ومنطقي ومنهجي، انت انسانه متعلمه زائد مثقفه زائد طباعك حلوه زائد جميله زائد ما تقعدش تقول زائد وفي وعلى، قول يساوي. انت عارف كل الحاجات اللي قلتها دي تساوي ايه؟ عارف حاصل جمعهم ولا تحب اقولهولك؟ لا عارف يعني تساوي قول الكلمه يا محمود، خد القرار. تساوي انك بتحبني، صح؟ صح. يعني انت بتحبني؟ ايوه. وبعد ما بتحبني هتعمل ايه؟ مش امي امبارح الله يرحمها زارتني في المنام، دي كانت تالت مره بقى تجيلي فيها في المنام. ابويا الله يرحمه زارني قبل كده في المنام مرتين، وخالتي زارتني مره، وعمتي ما زارتنيش خالص، بس كلهم يعني كان نفسهم ان انا اتجوز يعني. قلت لامي بقى امبارح لما جت زارتني في المنام، قلت لها عليكي. في الحلم؟ في الحلم. وفي الواقع بقى؟ لا هي ما زارتنيش في الواقع لانها توفت يعني الله يرحمها، بس يعني انا قلت لها ان انا نفسي افرح قلبها يعني واتجوز. يعني باباك ومامتك الله يرحمهم طلبوا منك انك تتجوز؟ وخالتي كمان طلبت، بس عمتي ما طلبتش. وانت ناوي تفرح قلبه؟ ايوه. وكلمتهم عنه؟ ولو مش مصدقاني لما نتجوز ان شاء الله ووالدتي الله يرحمها تجيلك في الحلم يبقى اساليها يعني. شوف يا محمود، انت انسان ممتاز، زائد انك انسان هايل، زائد انك وسيم، زائد ان انا معجبه بيك.
عارف حاصل جمع الحاجات دي ولا تحب اقولهولك؟ عارف. محمود، انا موافقه افرح قلب باباك ومامتك زي ما انا كمان عايزه افرح قلب بابايا ومامتي، ربنا يخليهم لي. يعني بجد انت موافقه يا ساميه؟ ايوه موافقه، بس خد بقى الخطوات الرئيسيه. يعني تيجي تقابل بابا وبعدين تتفقوا على الفاتحه وبعدين الشبكه والخطوبه وكتب الكتاب والدخله. طب دي خطوات كويسه لازم الواحد برضو يأيدها عشان ما ينساش فيها حاجه. انا نمره 1 طبعا ازور اهلك، اوكي. 2 اخطبك، نقرا الفاتحه. 3 اشبكك. 4 نكتب كتابنا. 5 نتجوز. في حاجه تاني؟ لا مفيش. ممكن بقى اروح عشان اتاخرت على البيت؟ قوي طبعا يا متر. وامرني حضرتك. الفاتوره لو سمحت. هتوصلني؟ لو انت حابه. لو انت عايز. طبعا عايز. اتفضل. شكرا. ده تمن العصير مش كده؟ تمام يا فندم. وايه ده؟ 5% ضريبه المبيعات حضرتك. وال 12.5% دي بتاعت ايه؟ دي الخدمه. يعني الفاتوره دي شامله الخدمه. مظبوط حضرتك. طيب يا سيدي اتفضل. متشكر جدا. شكرا يا سيدي. ما تشربي العصير بتاعك. يلا بينا. محمود، انا كنت عاوزه اسالك سؤال. قوي طبعا اسالي. هو مجرد سؤال، واوعى تفهم ان السؤال ده وراه مغزى او معنى. انا بس عايزه افهم حاجه مهمه. قوي طبعا يا ساميه براحتك. انت ليه ما اديتش للجرسون بقشيش؟ واديله ليه بقشيش؟ هم واخدين 12.5% خدمه. عادي، لازم تدفع بقشيش، خصوصا ان الخدمه كويسه جدا. ما وضع طبيعي ان الخدمه تبقى كويسه. ده فندق 5 نجوم واسعاره اسعار سياحيه، لازم تبقى الخدمه كويسه. لو مش كويسه تبقى مشكله كبيره جدا. وبعدين في حاجه بقى يا ساميه، الراجل الجرسون اللي انت بتقولي اديله بقشيش ده اكيد قعد يدور على واسطه كبيره جدا عشان يشتغل في فندق 5 نجوم زي ده، صح؟ يبقى هو مهنته في الحياه ان هو يقدم طلبات وياخد قصادها اجر. ده وضع طبيعي قوي. زي الدكتور ما بيعالج المرضى، زي المهندس ما بيبني عمارات، زي المدرس ما بيعلم التلامذه، بعيدا عن الدروس الخصوصيه يعني، لكن المدرس مهنته ان هو يعلم التلامذه وياخد قصادها اجر. غلط قوي غلط قوي ان احنا ندي بقشيش. اسالك سؤال يا ساميه، انت في شغلك مش بتاخدي مرتبك؟ طبعا، امال هشتغل ببلاش؟ حلو قوي. عمرك بقى خدت مرتبك ده وعليه بقشيش؟ بقشيش؟ لا طبعا. طيب اشمعنى انت مطالبه طول ما انت ماشيه تدفعي بقشيش؟ تركني العربيه البواب يبص لك عايز بقشيش، المكواج يجيب لك المكوى عايز بقشيش، تروحي تشتري سندوتش يحط لك طماطمايه زياده عشان عايز بقشيش، تروحي تجيبي فستان الست تبص لك تقول لك الحلاوه يا ست، واحد تاني يقول لك الشاي يا ست. كل ده ما دام ملوش لازمه وما دام ملوش معنى، لا اما يبقى نصب لا اما يبقى تسول. ياه، ده انت مكبر الحكايه قوي. انا ما بكبرهاش، الحكايه كبيره لوحدها، كبيره لدرجه انها وصلت لكارثه. والله يا سامية كل اللي حكيتولي على الشاب ده بيقول إنه شاب كويس، غيرش يعني موضوع البقشيش والفواتير والفكة اللي هو حاططها في جيبه، يعني كده يبقى بخيل. بخيل؟ معقول؟ بس أنا ما حسيتش كده يا ماما، حسيت إنه في حاجة مختلفة. ولا أنت رأيك إيه يا بابا؟ رأيي أنا؟ رأي مين يا حبيبتي؟ أبوك عايش مع الجورنال. لا يا هانم، أنا بقرا جورنال صحيح بس عايش معاكم. الإنسان اللي اسمه محمود ده لا بخيل ولا مختلف أبدا. أنا في رأيي إنه إنسان صح مظبوط عاقل، ولأن إحنا في زمن مختلف ومتنايل بنيلة فبيبان إنه بخيل، وأنا متأكد من غير ما أشوفه ولا أعرفه إنه مثالي في شغله. ده حقيقي يا بابا، الشغل عنده شغل. كان رئيسي لمدة سنة، ولما جه يطلب يقابلني النهارده اشترط يكون في ساعة الغداء يا بعد الشغل، مع انه يقدر يكلمني في مكتبه زي ما هو عاوز. تمام. الإنسان اللي مخلص في شغله واخد الحكاية جد
بيحس انه بيدفع عرقه ومجهوده مقابل القرش اللي بيكسبه. عشان كده الفلوس عنده ليها قيمة، لأنه كسبها مقابل مجهود. فلما يجي بقى يصرفها باتزان، بعقل، يبقى عارف القرش رايح فين ويحطه في مكانه. ده مش بخل، ده تقدير لتعبه اللي تعبه عشان يكسبه. بس بنتك بتقولك انه دفع فاتورة العصير بالمليم. ماله؟ راجل مظبوط. انا كمان رايي كده. والراجل المظبوط مطلوب في شغله، لا بيهمل ولا بيهزر ولا بيكروت. وفي الجواز كمان تلاقيه ملتزم ببيته وعارف حقوقه وواجباته وواجبات اسرته وواجباته ناحيته. يعني حضرتك موافق يا بابا يجي يقابلك؟ يشرف يا بنتي، اهلا وسهلا. كده المسألة عايزة شوية تخطيط. ماشي. 1 مقابلة مع أهل العروسة. 2 هدية أثناء المقابلة. هدية ركن الهدايا. تترك الهدية في أول مقابلة لذوق العريس. تترك لذوق العريس هدية في حدود 125 جنيه. برضو الواحد لازم يبان لارج من الأول. ماشي. الخطوبة أيوة. جري العرف. إيه جري العرف دي؟ ماشي. على أن تكون مصاريف الخطوبة على أهل العروسة. طب كويس أوي، وادي مصاريف خلصنا منها. نخش بقى على كتب الكتاب والدخلة. كتب الكتاب والدخلة حلوة أوي. ايه ده؟ انت لسه بتشتغل؟ طبعا الواحد بيقبض من الشركة عشان يشتغل، ده وضع طبيعي. ايوه، بس ساعة الغدا بدأت. ايه ده؟ دي 1:07، يعني انا اشتغلت 7 دقايق زيادة كمان عن حقهم. يبقى نشيل بقى الشغل ده. اتفضلي. ايه ده؟ غدا سندوتشات. انا لما طلبت منك ان احنا نتقابل ساعه الغدا كنت واثق ان انت مش هتقدري تروحي الكافيتيريا اللي بتتغدي فيها كل يوم، وطبعا ما ينفعش ترجعي بنفس الكفاءه بعد ساعه الغدا في الشغل بتاعك. عشان كده وانا بحضر السندوتشات الصبح عملت حسابك معايا. انت عدد 2 سندوتش وانا عدد 2 سندوتش زائد مخلل يكفي لفردين. اتفضلي. انت فعلا استاذ في التخطيط. اتفضلي. ده عصير برتقان فريش. معقول؟ عامل سندوتشات سكالوب بانيه؟ بيتيلو معمولة في البيت بإيدي، زائد 15 جرام دقيق ورده عشان الكوليسترول. على كده بقى بتعرف تطبخ؟ يعني في الخفيف اللطيف. ده لذيذ قوي. طبعا هاند ميد. انت قلتي لي ان انا هقدر اقابل والدك النهارده، مش كده؟ ان شاء الله، يعني على الساعة 7-8. 7 ولا 8؟ ما تفرقش، اللي يريحك 7 أو 8. تفرق كتير قوي. انتوا ساكنين في مصر الجديدة والمرور الساعة 7 بيبقى زحمة قوي. انا هاجيلكوا الساعة 8. 8 الاحصائيات بتاعت المرور قالت ان المرور بيبقى اخف والزحمة بتبقى اخف واحتماليات الركن بتوصل ل 80%. عشان كده هقدر اجي الساعة 8 ان شاء الله. هو انت دايما بتخطط لكل حاجة كده يعني؟ طبعا لازم الواحد يخطط لكل خطوة في حياته. ده بيضايقك ولا حاجة يا سامية؟ لا، هو في حد هيتضايق يعني من التخطيط والتنظيم؟ ابدا. اشربي عصير، ده هايل، بس ما تشربيش بقى مرة واحدة كده. اشربي بق صغير، استطعميه وبعدين كملي على طول. الله يا سامية، ذوقه حلو قوي في الورد ده. جايب جليال وتيبروز وعصفور الجنة، وشايفة الشوكولا حاططها في فازة كريستال. امال ليه بس فهمتيني انه بخيل؟ انا يا ماما قلت لك انه بخيل؟ انا قلت لك انه مختلف شويه. طب خلاص يلا، ولا هنسيبه قاعد مع ابوك لوحده؟ يلا.
وبعدين يا فندم بقى خدت ماجستير في تخطيط الشركات، وحاليا بحضر لدكتوراه ان شاء الله. اهلا اهلا. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ماما محمود. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اتفضل يا فندم. اتفضل. الاستاذ محمود كان بيكلمني عن مؤهلاته العلميه. ما شاء الله ماجستير وناوي على الدكتوراه. برافو برافو يا استاذ محمود. استاذ محمود، ما تحط الكلاسير والمحفظه على الترابيزه قدامك عشان تقعد براحتك شويه. لا هم صراحه يعني مش قلقني خالص يعني. كمل يا استاذ محمود. اتفضل يا فندم. ده ايه ده؟ هو صراحة أنا بعتبر نفسي مش شاطر في الكلام خالص، عشان كده دايما بعبر عن أفكاري بطريقة مكتوبة على الورق بطريقة كمان منظمة. الفايل اللي مع حضرتك ده هتلاقي فيه السي في بتاعي، كل حاجة عن حياتي، النشأة وتاريخ الميلاد وتاريخي الوظيفي، وكمان في التخطيط المقترح لكل المراحل اللي قبل الجواز لو وافقت إن شاء الله وتم الجواز بيني وبين الآنسة سامية. اتفضل حضرتك كمان. ده هي كمان. ده ديسك، لو حضرتك غاوي يعني كمبيوتر ممكن تشوف فيه كل المعلومات اللي انا كاتبها عندك في الفايل على الديسك ده. ديسك؟ ايوه يا فندم. حضرتك خد وقتك تماما في دراسة الفايل، واي مقترحات انا مستعد ليها ان احنا نقعد ونتناقش فيها ونظبطها مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. يا استاذ محمود، الحقيقه الموضوع ابسط من كده بكتير. المسألة يعني مش محتاجة أبدا لا مقترحات ولا معلومات ولا شهادات ولا كمبيوتر. ولاد الناس بيتجوزوا كل يوم وفي عرف للجواز، واحنا إن شاء الله لما تتجوزوا هنتبع العرف ده. طبعا يا فندم حضرتك معاكي كل حق، بس زي ما حضرتك عارفة يعني إن الجواز ده بيبقى أصعب مشروع الإنسان بيقدم عليه، عشان كده دايما الجواز ده لازم يتخطط. وانت عارفه طبعا مفيش جواز بيتم الا بين اتنين، ما ينفعش واحد لوحده يتجوز لوحده، يعني لازم اتنين يتجوزوا بعض. عشان كده حضرتك تلاقي دايما طول الوقت ان هي ليها طباع وهو ليه طباع، الطباع دي لا اما بتختلف مع بعض لا اما بتتوافق مع بعض. عشان كده لازم نخطط بشكل علمي جيد جدا للمرحله دي. تمام يا استاذ محمود، مظبوط. استاذ محمود، احنا هندرس الفايل ده انا والمدام، وطبعا من خلاله هنسال على حضرتك يعني، فكلها اسبوع بالكتير ويكون الرد جاهز. هنا طبعا الريسبشن في الصالون والانتريه، وانتوا شفتوا السفره ورا الباب ده. ده شيء جميل، موبيليا اصيله. طبعا عارف حضرتك بابا الله يرحمه اشترى الحاجات دي كلها من فرنسا ومن ايطاليا. انا قلت لحضرتك قبل كده ان هو كان شغال في الخارجيه. الحقيقة يا محمود الواحد ما يقدرش يقول ولا كلمة عن الموبيليا، بس أوضة النوم بقى لازم تتغير. بنتي لازم تدخل على أوضة جديدة. ايوه تتغير ازاي حضرتك؟ اوضه النوم دي فرنساوي مش موجوده دلوقتي خالص. غير كده ماما الله يرحمها اتوفت على السرير ده، وبعدين انا واحد عرض عليا نشتري اوضه النوم دي ب60,000 جنيه، انا رفضت طبعا. 60,000 جنيه؟ دول تمن 3 اوض من الاوض الجديده. شفت حضرتك قلت ايه؟ تمن 3 اوض من الاوض الجديده. ماما الأوضة هايلة. أوضة النوم بقى لازم تتغير. طب حضرتك يعني تسمحي لي اسالك سؤال؟ اتفضل. ان شاء الله لما اتجوز انا وساميه شهر العسل تفتكر حضرتك هنقضيه فين؟ في أي حتة هتختاروها، يعني الغردقة ولا شرم الشيخ او ايطاليا او اليونان او اي حته في العالم. تفتكر حضرتك يعني هننام فين؟ يعني ايه هتناموا فين؟ هي فزورة، أكيد في أي أوتيل. اهو اي اوتيل اللي حضرتك بتقولي عليه ده بقى، اذا كان فندق 5 نجوم او 3 نجوم، هننام على سرير. السرير ده بقى الله اعلم مين اللي نام عليه قبلينا، ناس كتير جدا وناس بعدينا برضو كتير قوي هيناموا عليه. اوضه النوم بتاعتي حضرتك دي ما نامش عليها غير ماما الله يرحمها، توفت على السرير، وتيتا الله يرحمها برضو، وجد الله يرحمه كان جالنا يوم بس توفى وخرج على طول. يعني ما حدش غريب يعني نام على السرير ده. لا منطق برضو. خلاص الأوضة تفضل زي ما هي ما تتغيرش. عايزة تغيري غير الملايات الحفل المراتب زي ما بيعملوا في الفنادق يعني، لكن الأوضة هايلة. متشكر قوي يا عمي. بعد إذنكم بس دقيقة واحدة هجيب حاجة. أنا عايزة أفهم بقى إزاي توافق على الكلام الفاضي اللي هو قاله ده؟ كلام فاضي إيه؟ أوضة هايلة فعلا،
هايله منين؟ مات عليها 10 ضفار يا عالم. لما يموتوا طب فيها ايه يعني؟ ماما الأوضة كويسة مش كده يا بابا؟ اه طبعا كويس، كويسه جدا كمان. طب خلاص خلاص، ده جاي اهو. اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيك. بص بقى المفاجأة، ايه رأيكم؟ الله، ايه الجمال ده؟ مش عارفه، انا قلبي بيقول لي كده ان دي اكيد حاجه المرحومه والدتك. الله يرحمها. بالظبط يا فندم، حضرتك قلبك ما خدعكيش ولا حاجه، دي حاجه ماما. كان بابا الله يرحمه اول ما اتعرف عليها ابتدى يجيب لها هدايا لغايه ما اتجوزها، وجاب لها الشبكه وجاب لها هدايا تانية. غير كده بقى كمان الحاجات اللي ورثتها عن مامتها الله يرحمها. في منتهى الشياكة، كلاس جدا. بالظبط، عشان كده انا حاطط في تخطيطي ان احنا بدل ما نلف على محلات الصاغه والجواهرجيه عشان ندور على شبكه، ممكن ساميه تنقي الشبكه اللي هي عايزاها من العلبه دي زي ما هي عايزه، وخصوصا كمان ان احنا مش هنلاقي حاجه بالقيمه ولا بالاصاله دي، ولا ايه سيادتك؟ لا طبعا عندك حق. انا يا استاذ محمود كل يوم بقرا عن حوادث تزييف الذهب ودمغه مضروبه وبيخلطوه بالنحاس ويقول لك ده دهب تركي طلياني من الخليج. لا القطع النادره اللي سابتها لك لست والدتك دي مش موجوده حاليا. لا فعلا ساميه تنقي شبكتها منها. الحاجات دي قديمه قديمه قوي. قديمه ايه؟ اي واحد ياخدها لاي جواهرجي تلمع وتبرق في دقايق. إذا كان على أنسيال أو كوليه أو إسورة مفيش مشكلة، إنما لازم نشتري دبلتين ونكتب عليهم أسامينا وتاريخ الخطوبة. لا طبعا وضع طبيعي ان احنا لازم نجيب دبلتين، لان ماما الله يرحمها ما كانتش تعرف ان انا هتجوزك يعني. انتوا ان شاء الله تنقوا اللي انتوا عايزينه دلوقتي من العلبه دي، ونبقى ننزل نجيب الدبل ونكتب عليها التاريخ ونكتب عليها اسامينا وكل حاجه. موافقين؟ موافقين على بركه الله. نقي يا ساميه، ساعديها يا هانم. حاضر حاضر يا بيه. اتفضلي حضرتك، دول 22 حته انا عادلهم كويس. دي كويسة قوي. مبروك يا هانم. الله يبارك فيك. مبروك. يا ريت انا بقى واحده بس رجالي طبعا يعني. قوي قوي. المقاس. اتفضل. ايوه بالظبط. يا ريت بقى تكتب لنا عليهم الاسامي والتاريخ. كام دول لو سمحت؟ هشوفهم حالا. أكتب لك هنا الأسامي؟ 598 جنيه. 598 جنيه. اتفضل. دول 600 جنيه. يا ريت بقى تكتب لي الفاتوره. ممكن أشوف المحابس لو سمحت؟ تحت أمرك يا فندم. اتفضلي يا فندم. ده ظريف قوي. بكام؟ هشوف حضرتك حالا دلوقتي. ده يعمل 1100 جنيه بس. معقول؟ هاخده. هي هتاخدي المحبس ده؟ فوق الدبلة. بس يعني الدبلة 600 جنيه، المحبس اللي بيحبس عليه عشان ما تقعش ب 1100 جنيه ازاي يعني؟ بعدين انا ما كنتش عامل حسابي صراحة على حكاية الفلوس دي، انا كل حاجة في التخطيط بتقول ان انا اجيب الدبل بس. خلاص يا محمود، أنا هشتريه بفلوسي. ودي الفاتورة. ممكن سيادتك في أي وقت بعد الظهر تعدي عليها تستلم الدبل بعد ما نحفر عليه بالأسامي والتاريخ. شكرا، متشكر قوي. لو سمحت والله احنا حساب الدبل 598، انا مديك 600 جنيه، يعني انا محتاج 2 جنيه بس. يا فندم؟ 2 جنيه بقية الفاتورة. ايوه مظبوط. اتفضل يا فندم. والف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا. لا 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 لا، الربع جنيه ده بايظ خالص، ما حدش هيرضى يصرفه. ما يصرفش. اتفضل غيره يا فندم. الف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. المعدن سهل صرفه جدا. الف مبروك يا عروسه، اتفضلي. انا مش فاهم انت ومامتك عاملين من الحبه قبه ليه؟ الراجل مش اتفق معاك ينزل يشتري الدبلتين؟ أيوة يا بابا. ونزل اشترى الدبلتين ما قصرش
طلع في دماغك وانت عند الجواهرجي انك تشتري محبس، ما كانش عامل حسابه. قلت له قبل ما تنزلي انك هتشتري محبس؟ لا يا بابا ما قلتلوش. خلاص ما كانش عارف، عامل حسابه على الدبلتين وبس. يقوم يسيبها تفتح شنطتها وتطلع الفلوس وتدفعهم هي للسايغ. هي الفلوس دي مش تمن المحبس؟ ومين اللي اشترى المحبس ومين اللي طلبه؟ مش هي؟ ما تدفعش ثمنه ليه؟ جرى ايه يا حبيبي؟ جرى ايه؟ انت معانا ولا معاه؟ انا مع الحق. الحق بقى انه بخيل وجلده وقيحه. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. سامي يا بنتي، احنا لسه على البر، حتى الدبل لسه ما لبستوهاش. قولي لي انت راضيه بمحمود وموافقه عليه ولا لا؟ ايوه يا بابا راضيه وموافقه. خلاص يبقى تنظمي دماغك معاه، تبقي واضحه وصريحه. عايزه تشتري دبلتين يبقى دبلتين وبس، داخله تشتري فستان يبقى فستان وبس، مش فستان وتيار. نظمي حياتك، خليكي محدده ومخططه حياتك، بكده هترتاحي. لا هي كل حاجه ماشيه مخططه ما عدا بس السهره العشوائيه اللي احنا رايحينها دي نبقى نشيل منها خط بقى وخلاص. شكرا. سعادتك النهارده الخميس بينا بتشارج 60 جنيه للفرد، يعني حد ادنى للطلبات. 60 جنيه؟ يعني لو احنا الاثنين خدنا 2 عصير هندفع 120 جنيه؟ لا في كمان حضرتك 5% ضريبه و12.5% خدمه. ايوه بس يعني ليه ما قلتوش كده على باب الاوتيل من بره او على باب الديسكو حتى؟ سعادتك هو ده العادي يعني. طب افرض حد معهوش المبلغ ده، تستنوا لغايه اما يدخل ويقعد وبعدين تحرجوه؟ حطوا يافطه بره، اللي يقراها يقرر يدخل ولا ما يدخلش. سعادتك هو ده نظامنا هنا، وكل اللي بيجي هنا يوم الخميس عارف كده كويس. واللي ما بيجوش تحرجوهم مش كده؟ ممكن سعادتك تطلب مشروبات كحوليه او عشاء اللي يعجب حضرتك. طيب واللي متعشي في بيته مثلا وما بيشربش مشروبات كحوليه، تستنوا لغايه اما يقعد وبعدين تورطوه؟ محمود كفايه من فضلك، هنبعت لك كمان شويه. تحت امرك. ايه يا محمود، عايز تعمل مشكله يوم خطوبتنا؟ يا ست ما بعملش مشكلة ولا حاجة، بس دي منشأة سياحية 5 نجوم، لازم كل حاجة فيها تبقى منظمة ومتخطط لها كويس. يعني افرضي مثلا مجموعة من السياح جم سهروا هنا سهرة، بعد السهرة اتفاجئوا بمبلغ كبير جدا مطالبين ان هم يدفعوه، هيبقى شكلنا ايه كبلد سياحي قدامهم؟ وبعدين انا ما بطلبش حاجة كبيرة يعني، انا كل اللي طلبته مجرد تنبيه للناس بدل ما يخشوا ويبقوا محرجين ومكسوفين ان هم يمشوا ويسيبوا المكان. يعني انت عايز تمشي؟ لا انا ما قلتش كده، انا بقول بس كل حاجه يبقى متخطط لها. محمود انا بحب المزيكا دي، يلا نقوم نرقص. ايوه معلش يا سامي، انا اصلي النهارده مش مخطط للرقص خالص صراحه. بس انا عايزه ارقص. ممكن نقوم نرقص رقصه يعني، بس بلاش الرقصه دي عشان دي من الرقصات اللي انا ما بجدهاش. ايه يا جماعه، انتوا متاكدين ان سامي وعريسها في ديسك الاوتيل ده؟ طبعا ده هي قالت لي انها جايه ترقص هنا هي وعريسها. هتبقى مفاجاه. مفاجاه للعريس مش ليها. طب يلا بينا، انا مش عايز ولا رقصه تفوتني. يلا. كفايه بقى رقص النهارده، الواحد رقص لاسبوع قدام. انتوا جايين معانا ولا ايه؟ خلي بالكم في 60 جنيه مينيمم تشارج لكل واحد، مش كده يا متر؟ كده اهو، اللي عايز يقعد معانا يدفع لنفسه طبعا، احنا النظام يبقى انجليزي، تجيب الفاتوره لكل واحد لو سمحت يا متر. محمود ايه يا سامي؟ لازم النظام يبقى انجليزي وفرنساوي والماني وكل الدول المتحضره، لما واحد بقى يعزم الناس دي كلها هو ده اللي مودي دول العالم الثالث في داهيه. عنده حق، واحد خارج يسهر مع خطيبته يطبوا عليه 10 زي القضا المستعجل، حرام. حرام ده ايه؟ بنتنا الوحيده واتخطبت وكل معارفنا وقرايبنا واصحابنا وزملائها عايزين يفرحوا بيها، ايه فيها ايه دي؟ فيها اللي عايز يفرح على حسابه مش على حساب العريس. دي بتقول لك النفر في الديسكو ب 60 جنيه غير الخدمه والضريبه، يعني يدفع ل 10 تنفار 1000 جنيه ليه؟ وليه لا؟ الله، هو هيخطب كام مره في عمره؟ هي مره بس بالطريقه دي البني ادم هيلعن اليوم اللي خطب فيه على اليوم اللي اتجوز فيه. بس والله طلع جدع،
لما قال خلوها انجليزي وكل واحد يدفع حسابه. ايوه يا بابا، بس ده احرجني قدام كل اصحابي. بالعكس، انت اللي احرجتيه لما تعزمي 10 من غير ما تقولي انهم معزومين ويطبوا عليه زي القضا المستعجل بربطة المعلم. غلط واكبر غلط. سامية يا بنتي، لاخر مرة بقول لك افهمي جوزك وطريقة تفكيره واسلوبه في الحياة وامشي عليه، والا هتخسريه. محمود ده ولد كويس جدا وعاقل. الرسوم والاتعاب بتتحدد حسب المهر يا استاذ. تتحدد حسب المهر؟ طب ازاي؟ ما اجراءات الجواز هي ولا بتفرق بقى من مهر صغير لمهر كبير؟ يا استاذ، الاجراءات ما بتفرقش، الرسوم هي اللي بتفرق. لازم المأذون ياخد نسبة مئوية من المهر، والنسبة دي محدداها الحكومة، بتزيد او تنقص حسب المهر. تزيد او تنقص حسب المهر. يعني اللي يكتب مقدم ومؤخر قليل يدفع قليل، واللي يكتب مقدم ومؤخر كبير يدفع كتير. غريبة جدا. ما غريبة الا الشيطان. سيادتك عاوزني اجي امتى اكتب الكتاب؟ ان شاء الله هتيجي تكتب الكتاب ده، انا بتفائل بيك يعني. ده انت مأذون العيله، الماما وتيتا وخالتي وعمتي، يعني ما شاء الله. باذن الله انا هشوف مع اهل العروسه وابلغك قبليها بيومين باذن الله. بس غريبه قوي ان تليفون حضرتك لسه زي ما هو 3 نمر بس. شوف بقى يا عريس بنتي، سيبك بقى من التخطيط والتنظيم ده شويه. احنا صحيح قبلنا يعني ان بنتنا تخش على جهاز المرحومه والدتك وتختار شبكتها من شكمجية مجوهرات المرحومة والدتك، لكن كله كوم بقى ومؤخر الصداق كوم. بقولك ايه، اي بنت في العيلة عندنا اتعمل لها مؤخر صداق مش اقل من 50,000 جنيه. ايه يا حبيبي، مستخسر في بنتي 50,000 جنيه؟ لا طبعا يا هانم، استحاله استخسر مبلغ زي كده في ساميه. بالعكس، انا شايف ان ده مبلغ ولا حاجه، وخاصه ان انا عمري ما فكرت ان انا استغنى عن ساميه او انفصل عنها. لكن المساله ببساطه ان المأذون بياخد 10%، يعني 50,000 جنيه هياخد عليهم 5000 جنيه. انا شايف ان دول ملهمش اي لازمه يعني. وماله يا حبيبي، ادفع، الغاوي نقض بطاقيته. يا هانم، المسألة مش مسألة طواقي وأخطية رأس ولا حاجة، بس كل ما في الموضوع إن الإنسان العاقل لازم يحسبها صح. والله الإنسان العاقل ممكن يتجنن ولو مرة في حياته يوم ما يتجوز، ولا إيه؟ والله كده هيبقى الإنسان ده بيعمل حاجة غلط وهو مقتنع تماما إنها غلط، وده مش كويس. أمال إيه اللي كويس في نظرك يا أستاذ محمود؟ الهانم بتقول إن مفيش بنت من أسرتكم يعني اتكتب لها أقل من 50,000 جنيه مؤخر صداق. أنا شايف إن الرسوم دي ملهاش أي لازمة إن إحنا ندفعها، وأنا شايف إن إحنا نكتب في العقد أقل مقدم ممكن وأقل مؤخر ممكن، وال50,000 جنيه دول أنا شايف إن أنا ممكن أكتب بيهم شيك مثلا باسم سامية، أو أجيب لها شهادات استثمار، بس يبقى وفرنا مبالغ ملهاش أي لازمة. والله وجهة نظر. هو إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي وجهة نظر؟ شهادة استثمار إيه وشيك إيه؟ أنا عايزة مؤخر صداق زي كل الناس. ونغرم رسوم وضرائب من غير فايدة؟ أنا أؤيد فكرة الشيك أو شهادات الاستثمار دي. صح يا أستاذ محمود، والله صح. شاكر جدا يا عمي. ما دام حضرتك وافقت بقى، يا ريت نحدد ميعاد كتب الكتاب عشان اتصل بالمأذون وقابله واتكلم معاه في كل الخطط اللي بعد كده. ما دام هنتكلم بقى في كتب الكتاب ده يستلزم وجود سامية. قوم اندهلها، وبالمرة اعمل لنا فنجانين قهوة مظبوطين كده على مزاجك. معلش يا عمي، انا اسف جدا، انا اصلا ما بشربش قهوه. دلوقتي ميعاد كوبايه حليب او عصير فريش. خلاص، وانا كمان اعملي لي كوبايه عصير او كوبايه لبن. هو ايه حكايتك بالظبط؟ ايه الموضوع؟ كل ما عريس بنتك يقول حاجه توافق، ايه حكايتك؟ اديك قلتيها بلسانك، عريس بنتي راجل عاقل ويفكر صح، ليه ما كنتش معاه؟ حاضر، من عينيا الاتنين، عصير فريش وحليب، عن اذنكم. ميرسي قوي يا طنط. هي الهانم متضايقه مني ولا حاجه؟ لا 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 لا، ما تاخدش في بالك، هما كده دايما. المجانين بيتضايقوا من العاقلين. المدام مجنونه يعني. نعم. يا جماعه انا مش عايزه هدايا دلوقتي،
استنوا لما ارجع من شهر العسل وبعدين قدموا لي الهدايا زي ما انتوا عايزين. والله انت بنت حلال، على الاقل نكون عملنا جمعيه بينا وبين بعض، كل واحد يقبضها دور ويجهز لك الهديه. المهم بكره في كتب الكتاب في عشاء ولا نظام حاجه ساقعه وجاتوه؟ يا طفل، العشاء ان شاء الله في البوفيه يوم الفرح. مش عرفك يا فلحه، مش جايز العريس يعمل زي ما عمل ليله الخطوبه في الديسكو ويقول لك خلوها انجليزي؟ معقوله يعني هنروح كل واحد واخد عشاء في كيس؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا حاسه كده ان انتوا بتتريقوا، ما تنسوش ان ده عريسي. والله ما بنتريق ولا حاجه، ده انت عريسك مدير التخطيط ومحدش عارف هو بيخطط في ايه. يا عم يخطط ولا ما يخططش مش مشكله، هي ديتها بس ساميه تكتب كتابها وتروح بيتها، وهتلاقيها بقت وزيره التخطيط، وزيره الماليه والاقتصاد والشؤون الاجتماعيه كمان. خلاص يا انسه ساميه، جميع الدعاوي فرقتها كلها على جميع الادارات. اتفضلي. ايه ده يا عم سيد؟ ده كشف بالاسماء، كل واحد خد دعوه مضى قدام اسمه. مين قالك تعمل كده؟ العريس يا عروسه، قال لي كل واحد ياخد دعوه يمضي قدام اسمه. اهلا وسهلا يا مولانا، اتفضل. اتفضل يا مولانا، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ محمود، مامة العروسه عاوزاك جوه. عايزاني انا؟ لا يا بنت خلاص هنكتب الكتاب. هي قالت لي يجيني قبل ما يكتب الكتاب. ايوه بس حضرتك احنا مش عاملين في الخطه خالص ان انا اروح لها، الخطه ان انا ابقى موجود على الشمال والمأذون اللي كتب كتاب تيتا وماما الله يرحمهم قاعد في النص وعمي يبقى قاعد على اليمين على طول اهو. لا خلاص يا ابني، خش شوف عايز ايه. حاضر يا عم، بس حضرتك ده مش في الخطه خالص يعني، بس هروح طبعا. ماشي اتفضلي حضرتك. منور يا مولانا. تحت امرك يا هنا. ايه هانم دي؟ معقول يا محمود؟ بلاش الرسميات دي يا حبيبي. انا خلاص ممكن تقول لي يا طنط يا ماما. اتفضل. تحت امرك. امتي؟ ايه ده حضرتك؟ قايمه. طيب ما دام حضرتك قايمه ايه اللي قعدنا؟ اتفضلي حضرتك. قايمه رايحه فين؟ يا ابني قايمه عفش. شوف بقى يا محمود، هو جرى العرف يا حبيبي ان العفش من حق الزوجه. يعني لو كنا احنا اشترينا لبنتي جهاز جديد كنا هنطلع كل الفواتير باسم ساميه، والشبكه كمان لو كنا اشتريناها جديده كنا هنطلعها باسم ساميه. لكن بقى احنا قبلنا ان احنا ندخل بعفش والدتك الله يرحمها والشكمجيه بتاعت والدتك الله يرحمها، وحتى مؤخر الصداق كمان حطيته شهادات استثمار. لكن كلكم بقى وقايمه العفش كله. ايوه بس حضرتك يعني احنا ما اتفقناش ولا خططنا لموضوع القايمه ده خالص. يا حبيبي دي اصول، والاصول مش محتاجه ابدا لا تخطيط ولا تنظيم. وامضي بقى، المأذون قاعد بره، خلينا نفرح بيكم. ايوه بس انا من غير بسبسه. انت بتحب بنتي وشاريها صح؟ صح طبعا. يبقى تمضي يا محمود. امضي يا محمود وخلصنا. ده عفش بنتي، انت ماضي
ايمن. انت ماضي على 50,000 جنيه، لا دفع لا الحبس. دي بقى شبكة بنتي، حقها، ولا عايز تتجوزها ببلاش. أنا حامل يا محمود، حضنك يعني الشقة دي بتاعتي. بطاقتك الشخصية يا عريس، البطاقة الشخصية. محمود المأذون عايز يشوف بطاقتك. ها البطاقة؟ حاضر. الظاهر ان انا نسيتها في العربية. نعم. طب هات المفتاح وانا بعت حد يجيبها. لا، ما حدش هيعرف يفتح العربية، انا هنزل اجيبها واجي على طول. كده ما ينفعش خالص، ده بره الخطة، احنا ما كناش مخططين لكده. الناس دول بيضحكوا عليا، احنا ما خططناش لكده. لا، دول نصابين. انا مش هتجوز.